سلام، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. انا اليوم ريت نحضر معكم واحد الكغاطان كيجي بالسردين معمر بالروز، ساهل مال ودغيا كيوجد وكيجي بنين ومعلق من داكشي. وخليكم معايا في الفيديو باش ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. عندنا هنايا السردين اللي كنحيدلو السنسول ديالو، كنغسلو كنحيدلو السنسول. بالنسبه للتوابل عندي الملحه، الكمون والتحميره. عندنا هنايا الهريسه اختياريه والثومه محكوكه وربيع قزبر معدنوس ونصف عصير ليمونه. وعندنا هنا الروز اللي انا ديجا سلقاه، وعندي هنا مطيشه محكوكه. غادي نبداو في طريقه التحضير. اول حاجه هي الصلصه. غنجيب كاسرونه عندي فيها زيت الزيتون والثومه وغنحطهم في البوطه يتشحروا شويه. عندي هنايا مطيشه اللي محكوكه، كنضيف لها قزبر والمعدنوس كيف ما كتشوفوا معايا، والتحميره والملحه والكمون. من بعد غادي نضيف هاد العناصر على داك الكاسرونه اللي حطيت فيها الثومه مع الزيت تشحرات، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو. غنخلي الصلصه ديالي كطيب فوق البوطه. بعد ندوزو المرحله باش نعدلو تشرميلات الحوت والروز. عندنا هنا قزبر ومعدنوس، الثومه، وعندنا هنا الهريسه. بالنسبه للهريسه راه اختياريه، بغيتو تعملوها ما بغيتوش تعملوها. عندنا هنا التحميره، الكمون والملحه ونصف عصير ليمونه. ومن بعد كنزيدو هنايا زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا. كنخلطوا العناصر كامله حتى كنحصلوا على التشرميله. وهاد التشرميله هذه اللي غنشرملو بها الروز اللي انا ديجا عندي مسلوق، وغنشرملو بها الحوت. دابا غنبدا نشرمل الروز ديالي بهاد الطريقه هذه. من بعد ما شرملته غندوز نشرمل الحوت ديالي بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنايا بالنسبه للطبق هذا كنبدلو، ما كنبقاوش نديرو ديما الحوت مقلي بحال هيدايا ولا هذا. من بعد ما شرملت الحوت والروز، كنا الصلصه ديالي راه وجدت، كنجيب المول اللي كيدخلنا للفران، كندير فيه الصلصه ديالي بهاد الطريقه، وكنبدا نعمر في الحوت ديالي بالروز بهاد الطريقه هذه. غادي نستمر هيدا حتى غادي نعمر المول ديالي كامل. وفي هاد الاثناء الفران عندي مشعول كيسخن. وهنا من بعد ما عمرته كامل، عمرت الحوت ديالي كامل، عندي هنا خويطه زيت الزيتون وغنحطو يطيب في الفران. وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكغاطان ديالي الحوت اللي معمر. كيجي بنين وساهل مال كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. كيف ما قلت لكم حنا كنبغيو نوعوا يدنا هيدايا في الاطباق الغداء، مره نعملوه في الطاجين، مره نعملوه هيدايا، مره نعملوه مقلي. وكنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.